السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. شوف لما تصحى الصبح كده على الريق، تلاقي الدنيا متستفة والجدول محطوط والطبيخ اتطبخ والأمر كله خلصان يا معلم في ساعة فجرية والناس نيام. طبخوا الطبخة والناس نيام. فجأة راحوا مطلعين قبل ما الناس تصحى جدول الدوري مرحلة التتويج ومرحلة البقاء، وقال لك لا ده مش احنا، ده الذكاء الاصطناعي. ايه يا عم الذكاء الاصطناعي ده؟ قال لك احنا حددنا ارقام حسب الجدول بما انتهت اليه البطولة، يعني بيراميدز خد رقم واحد، الاهلي خد رقم اتنين، الزمالك خد رقم تلاتة، وهكذا. والذكاء الاصطناعي خلص لنا الموضوع. ده مش ذكاء الاصطناعي، ده الانحياز الاصطناعي. ليه؟ لانه اول حاجة انت بعيد عن منطقة الشفافية، لانه لو في شفافية كنت اعلم من الاول يا جماعة ادي الجدول، ادي الجدول الرقمي قبل الدوري ما يخلص وقبل ما كل واحد يعرف ترتيبه كام. ادي الجدول الرقمي اللي هنسقط عليه الارقام، وتبقى المسألة في منتهى الشفافية. لكن كل حاجة تتطبخ بليل وتتعلن بهذا الشكل ويتحط الاهلي في جدول الضغط والقهر بالظبط كده. تقوليش لا ذكاء اصطناعي ولا نجيل طبيعي ان انت تبدأ بالزمالك 11 مارس والماتش التاني ماتش، يعني في 4 5 نقاط خاصين بالاهلي. لا يمكن يكون ده عقلية ذكاء اصطناعي، ده عقلية ذكاء بشري عارف هو بيعمل ايه. الاهلي والزمالك 11 مارس يوم الثلاث الجاي. الكل عارف انه الاهلي كان طالب حكام اجانب في الماتش الاولاني وجابهم على حسابه ودفع للاتحاد $50,000. والزمالك وقتها قال الاهلي الماتش بتاعنا المعامله بالمثل، ولما يجي ماتشنا هنبقى ندفع. طيب الزمالك دلوقتي من غير ما اقول لكم اي حاجه يقول لك مفيش وقت، مفيش وقت اطلب حكام اجانب، وان الاتحاد بيقول لك قبلها ب 10 ايام، مفيش 10 ايام، فبالتالي انا مش عايز حكام اجانب. الزمالك مش عايز حكام اجانب. الحكام المصريين اللي بيقوموا بالواجب قوي بصراحه اللي حصل ليله امبارح في الدوري ده نوع من الفجور. لما يكون حكم زي طارق مجدي دولي وسام ابو علي يدفع في رقبته وشنكله في رجله تحت، اولا ما يحسبهاش وعبد العزيز السيد في الفار ما يجيبهوش. قولوا لي بقى ده ازاي يعني بصراحه؟ ده محمود عاشور فتش للزمالك على واحده مع زد الكوره في ايد الولد وهو في ظهره والكوره وراه وايده متحركه للامام، وجابه واحرجه وضغط عليه وخلاه حسبها عشان اوسكار يهيج امبارح غضب على محمود البنا وعلى عاشور ويوقفهم. ومؤكد انه هيقول لمين عمر ايه اللي انت عملته ده، ايه اللي انت عملته ده بجد. يعني امين عمر رقم واحد في مصر ما يحسبش بتاعت ما يحسب بتاعت بيراميدز دي ازاي؟ ده مايلي ما حدش لمسه، ده وقع بالبلوتوث، حد وصل له وقع بالبلوتوث، والله ما حدش ابدا قرب منه، حسب له بنالتي. ما تفهموش برضو الامور يعني. في تطبيقه بتتعمل لبيراميدز، عشان اقول لكم بصريح العباره، في تطبيقه بتتعمل لبيراميدز، في تسهيله من اللي بيحصل ده لصالح بيراميدز. التحكيم من ناحيه والحكام من ناحيه والجدول من ناحيه تانية. يحط لي الاهلي والزمالك 11 وبعد منه ماتش بيراميدز. عارفين الكمين اللي معمول للاهلي ايه؟ هقولها لكم بصريح العباره. بيراميدز اكتر حاجه بيخاف منها في ماتشات الاهلي الجمهور، ولاعيبته بتشتكي من كده، والجمهور في ماتش الاهلي بيبقى عامل اضافي جدا لصالح الاهلي ضد بيراميدز. الفخ اللي معمول اللي نصبوه من خلال الجدول ده انه يحط لك ماتش الزمالك قبل ماتش بيراميدز، فعارفين انه بنسبه كبيره محتمل او هكذا وهم يتوقعوا، يعني جمهور الاهلي
هيتجاوز في ماتش الزمالك، هيبقى ردا على تجاوزات جمهور الزمالك. ساعتها يمنع جمهور الاهلي، لانه ده التدرج بتاع العقوبات، يمنع ماتش الاهلي وبيراميدز من حضور الجماهير. وخليكم فاكرين الكلام ده اللي انا بقوله لكم النهارده واحنا صايمين، ده الكمين اللي معمول في الجدول، حرمان الاهلي من حضور جماهيره في مباراه بيراميدز. الاهلي وصل للعقوبه الثانيه في حته منع الجماهير المشاغبه من الحضور، اللي هم ادانوهم الكام واحد. الماتش اللي جاي الاهلي بدون جمهور، يجي ازاي؟ ماتش الزمالك، حط الزمالك قبل بيراميدز. بقول لكم افكار ناس مش صايمه خالص، افكار ناس ما ينفعلهاش صيام. يروح حاط لك الزمالك قبل بيراميدز، ويحصل اللي يحصل في ماتش الزمالك، يطلع القرار ماتشين للاهلي بدون جمهور، وساعتها يقول لك ايه؟ حسب اللائحه وحسب اللي اتعمل مع الزمالك. فهيوقف لك الجمهور في الماتشين اللي ورا بعض على طول، بيراميدز والماتش الاسبوع الثالث. خليكم فاكرين الكمين اللي انا بقوله لكم ده لا ولا كمين الطريق الصحراوي. الرادار هيجيبك. 11 مارس الثلاث الجاي الاهلي والزمالك. الاهلي المفترض ينتظر المعامله بالمثل، ان يجي حكام اجانب زي ما الاهلي دافع لحكام الدور الاول. هل هيجيبوا؟ هنشوف الزمالك هيعمل ايه. انا بقول لكم اهو، اول كلام هيطلع من الزمالك ولسه ما صحيوش، مفيش وقت نجيب حكام اجانب. وهيبقى معاه مبرر شكلي، لانه في النهايه الاتحاد مش عايز يجيب حكام اجانب، يجيب حكام مصريين يحزموا الماتش ويطلعوا دروم ماتش، ومبروك لبيراميدز. هو ده اللي حصل. التسهيلات لبيراميدز، اوعى وشك ومحدش بيتفرج على ماتشاته ومحدش بيشوف اللي حصل من التحكيم في اهداءاته لبيراميدز. ده تحكيم اقل ما يتقال عليه في رمضان انه موجه، خليها تمشي موجه. طيب عملوا ايه في الجدول يا سيدي؟ الجدول الحقيقه يعني واحده من الحاجات برضو الغريبه، هم 9 أندية. شوفوا برضو التكايه الثالثه على الاهلي، تحطوا له الزمالك الاول، تحط بعدها بيراميدز. النقطه الثالثه ايه؟ هم 9 أندية، فبالتالي كل اسبوع في فريق باي، في فريق ما بيلعبش، كل اسبوع في فريق بيريح، فبياخد مده وقت اطول في الاستعداد. الاهلي ما عندوش باي الا في الاسبوع الاخير يعني، والناس بتلعب الجوله الاخيره الاهلي هيبقى باي، فبالتالي لا ريح في اثناء ماتشاته ولا مشارك علشان يشوف النتائج هتعمل ايه. يعني انت بتلعب والماتش الاخير ممكن يحسم، انت ما عندكش اخير، انت الاخير بتاعك قبل الناس، لان ما عندكش باي اثناء الجدول. لا اللي حطوا له يوم الثلاث الجاي 11 مارس 9:30 مع الزمالك في استاد القاهره على طول. طبعا الدوري هيتوقف، هيبقى فيه الاجنده الدوليه 7 مساء يوم 12 ابريل، يعني هتبقى فيه شهر من 11 مارس ل 12 ابريل. 12 ابريل للاهلي وبيراميدز. طب انا هنا بسأل سؤال، لو في حسن نية او حسن اي حاجة، اذا كان انت عندك توقف دولي بعد الماتش 11، بدأت ليه 11؟ ليه ما خليتش ماتش الزمالك بعد الاجندة الدولية مع بداية ابريل؟ ما انت عندك 12 ابريل ماتش بيراميدز، خلاص ابدأ من يوم 12 ابريل، ما عندكش مشكلة خالص انك يبقى فيها فرق يومين بعد كده. لكن انك انت عايز تخلص من ماتش الاهلي والزمالك، او عايز تخلص من الاهلي على وجه التحديد لصالح بيراميدز، فحطيت الاهلي والزمالك شرطا يكون قبل الزمالك وبيراميدز، قبل الاهلي وبيراميدز، فحط له ماتش بيراميدز 12 ابريل، 30 ابريل الاهلي وبتروجيت في الكليه الحربيه، 4 مايو مع حرس الحدود في استاد القاهره، مع المصري يوم 8 مايو في برج العرب، مع سيراميكا 13 مايو 4 العصر، مع البنك الاهلي 7 مساء يوم 17 مايو، ويختم الاهلي مع فاركو يوم 28 مايو.
28 مايو الاهلي يختم، لكن الجولة الأخيرة بعد كده هتتلعب من 29 ل1/6 اللي ما فيهاش الأهلي. فأنت التدرج بتاع ماتشاتك مش بس صعب، ما فيهوش مدة ماتش باي في الوسط يريحك، بيريحك والناس بتلعب، فأنت ما عندكش فرصة تتدارك أمرك أو تعوض. أنت خلاص خلصت الواجب، سلمت الورقة، أنت سلمت الورقة بتاعتك والباقيين بيجاوبوا. دي ملاحظات على الجدول اللي اتعمل تطبيقها بالليل وطلع الفجر. ما تفهمش برضو فاكرين ان الناس كله هيتقبل اي حاجة. ماتشات بيراميدز المنافس المباشر للاهلي ومتصدر الدوري بدأوا له مع المصري 12 مارس، وخدوا بالكم باستمرار بيراميدز يلعب بعد الاهلي، يعني الاهلي والزمالك يلعبوا 11 مارس هو يلعب 12، بيلعب في ضوء النتائج فمعلوش ضغوط. الجولة الثانية عنده الأهلي، الثالثة حرس الحدود. التدرج في موازين القوى الفنية اللي بيلعبها مراعينها قوي بصراحة. حاطين له حرس الحدود، حاطين له فاركو بعد كده الجولة الخامسة مع البنك الأهلي، السادسة مع الزمالك، يعني حتى مش حاطين له الزمالك في البدايات، السادسة مع الزمالك. السبعة مع بتروجيت، ويريح في الجولة الثامنة ويرجع يلعب في الجولة التاسعة بعد ما يشوف الناس عملت ايه وهو عايز ايه. يريح في الجولة الثامنة. الأهلي بيريح في الجولة التاسعة بعد ما خلصت. الحقيقة يعني تطبيقها فيها نوع من التجرؤ الشديد في استخدام الأمور، لأن أنا أعتقد إنه لو الناس دي يعني عايزة تبقى فير انف، يعني كان المفروض لو انت عايز تبان ان انت عادل وما عندكش اي مشاكل، كان المفروض ان انت تحط الارقام ديت وتعلنها. ادي الجدول يا جماعه الرقمي، ولما الدوري هيخلص كل واحد يعرف رقمه هيلعب مع مين. تبقى انت فعلا اثبتت الشفافيه بتاعتك واثبتت ان انت عايز تشتغل بشكل فير. لكن بهذا الشكل لا، الامور لا تنبي باي شيء. وجمهور الاهلي عليه انه يبقى حذر جدا. فرقته محتاجاه، فرقته بتعتمد اساسا في المباريات الكبيره على حضور الجمهور. امبارح في مشجع امام عمل له كده هس، ده كان وهو خارج امام عمال يقول له ركز استرجل ركز استرجل، الالفاظ مسيئه ومعيبه. فهو خارج بيقول له خلاص. فكره ان احنا ناخد بالنا ان هنلاقي في اندساسات، او بلاش اندساسات يا سيدي، حد من جمهورنا بيحضر لكنه منفعل وبيكلم اللعيبه بطريقه لا تليق او ما تناسبهم، انت كده ما بتخدمهوش، ما بتخدمش الفرقه كمان، انت بتتجاوز في حقه وبتصدر له شعور سلبي. هو محتاجك انت، ومحتاج دعمك، ومحتاج مساندتك، ومحتاج تشجيعك، مش محتاج تكسيرك ولا الكلام الفارغ استرجل ومش عارف ايه. هو في حد احسن من امام عاشور في السنه دي كلها؟ تاني سنه الراجل احسن لاعب في مصر، ودايما عنده الاحساس بانه جمهور الاهلي في ظهره، وجمهور الاهلي هو اللي بيسانده، وجمهور الاهلي هو اللي بيصد عنه اي حاجه. فما بيبقاش نسمح لحد يقعد يدخل ويقول اي كلام فارغ ضد اي لعيب. خدوا بالكم الفتره اللي جايه فتره حرجه جدا جدا، الرهان فيها على جمهور الاهلي. الاهلي محتاج جمهوره جدا، والناحيه الثانيه الرهان على ان جمهور الاهلي يعمل مشاكل فنحرمه من ماتشين مهمين، وبالذات مباراه بيراميدز. ده الفخ الكبير اللي موجود في الجدول للاهلي، واتمنى الناس تاخد بالها. شكرا لحضراتكم.